السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من الهبد والاشفاق. معاكم دكتور فويس محمد عادل، وزي ما انتم عارفين احنا بنجيب اي موضوع من الثقافه، من التاريخ، من الدين، من التاريخ، من عالم الحيوان، من العلوم، من الدنيا. بنتكلم بنقبد ونهرش بفخامه من كوكب زحل، ولازم في الاخر ايه؟ بنضحك وبنهزر، بس ايه؟ لازم نستفيد حاجه حلو. احنا بقالنا كذا فتره كده بنعمل حلقات خفيفه المصادر والتواريخ والارقام، يعني بنحاول نخف شويه، ودي هتبقى اخر حلقه تقريبا من هذا النوع، وهنرجع تاني بقى ايه؟ للارقام والتواريخ والاحداث التاريخيه، وهذا العمق الايه؟ الجميل اللي الناس كلها بتحبه. طيب، احنا طبعا داخلين على شهر رمضان، كل سنه وانتم طيبين. وموسم رمضان دايما بقى في حاجه غريبه فيه جدا كده، ان الناس بتبقى رايحه دماغها في المسلسلات، نسي بقى السبع والفوانيس والكلام ده كله، واهلا رمضان وهنعزم والكلام ده. لا لا لا، احنا عم نعمل جدول ونخش على المسلسلات مسلسل مسلسل. فاحنا النهارده هنتكلم عن مسلسلات رمضان، وهذا السباق الماراثوني الاولمبي اللي بيبدا من يوم 1 لحد يوم 30، ايه، بطريقه خفيفه كده وظريفه وفي عجاله. وهنقسم المسلسلات زي ما تقولوا كده لكلاسات كده، واخد بالك، بحيث تبقى الدنيا سهله وملمومه. طيب، هنبدا اول حاجه بمسلسل سيد الناس، او للمخرج الكبير العظيم محمد سامي. المخرج محمد سامي من المخرجين التقال، وبيعرف يعمل عمل يكسب بيه الجمهور. يعني مسلسل سيد الناس ده زي ما تقول كده دراما شعبيه من الشارع، واخد بالك انت، فيها نفس طبيعه شغل الابهار بتاعه اللي عمله نفس الاغراب، وشبيه باللي عمله مثلا في جعفر العمده. هو بيجيب واحد، واخد بالك انت، من الافنجرز، واخد بالك، بطل المسلسل اللي هو الفنان عمرو سعد، وتحس ان هو كابتن امريكا من خارج المجره، وبيعمل حاجات وبيعمل بلاوي وبيجيب الحقوق والواجبات وكل اللي انت عايزه. خدت بالك؟ حلو قوي. ودول يا سيدي ابطال المسلسل: عمرو سعد، الهام شاهين، احمد رزق، ريم مصطفى، طارق النهري، احمد زاهر. لا ثواني، لا ثواني، في غلط في المونتاج. انتوا منزلين صور جعفر العمده، منزلين صور ابطال جعفر العمده ليه؟ شبهه؟ والله. يعني احنا نقلنا من سيره زينب بجنة السبتيه؟ لا بجد. لو عارفين صور عصام السقا، راح فهد البطل. طب تمام، هو خد عصام السقا وفهد البطل وراحوا هناك عند ايش هنروح له دلوقتي، لمي عمر. فتقريبا كده في شبه كبير من جعفر العمده. انا برضو بقول انا شفت التان ده فين قبل كده. فزي ما قلت لكم، بيعتمد على حته الابهار والعافيه والفتونه والطبيعه الشعبيه اللي هو رسمها بالظبط في جعفر العمده. اعتقد ان احنا هنلقط منها حتت زي ما احنا قلنا كده، واتلخبطنا في المونتاج، بنعتذر يعني. وهيطلع بيها مسلسل سيد الناس. نيجي بعد كده لمسلسل تاني، وهو اللي نجم مصطفى شعبان، وهو مسلسل حكيم باشا، الدراما الصعيديه. وطبعا ده نوع مطلوب جدا في انواع الدراما زي ما انتم عارفين، والجمهور المصري بيحبها، لان طبعا منطقه الصعيد منطقه مقفله شويه وبعيده علينا، فاحنا بنحب نعرف الدنيا هناك فيها ايه وماشيه ازاي والحكايه والروايه وهكذا. فتلاحظ ان حكيم باشا ماله؟ في من جبل الحلال؟ لا، ما هو مش عشان جاب لقطه بقى فيها تماثيل دهب كتير يبقى شبهه وهيمسك عيلته مكانه. ده القلت لها سلوى خطاب كمان بتتامر عليه، لا برضه زي في ابو هيبه. هو شهرته حكيم باشا زي ابو هيبه كده. مش عايزين نسبق الاحداث يا اولاد، بنقول ان هو شبهه شويه برغم من شويه الملابسات اللي انا قلتها. وطبعا المسلسل لن يخلو من الشعر والسجع والافيهات اللي استاذ مصطفى شعبان دايما بيرميها لنا. يعني في التريلر مثلا تلاقي حته كده كان بيقول فيها ايه: اللي هيجي معايا في الصح هرحب بيه، واللي هيجي معايا في الغلط يا مرحب بيه. هما الاثنين مش زي بعض ولا ايه؟ في ايه؟ عموما احنا هنشوف كده كده في المسلسل هو في مجموعه كبيره جدا من الابطال، منهم كمان سهر الصايغ اللي اتوقع ان الدور بتاعها ده هيبقى حاجه تقيله قوي قوي قوي. وتكمله للسجع والشعر، نيجي لملك السجع والافيهات وعبارات عربيات نص النقل والتوك توك. بدايه من مرحله ما قبل الكرياتين والارجينين، مرورا بمرحله البروتين والامينو، ثم دخولنا الى مرحله التستوستيرون، واحلى على الاحلى وابيض على الابيض ورز على بسله، وعلى الله حكايتك يا ست، ودلوب سيف الخديوي وعمل معايا الكيت والكيت والكيت والكيت، الا وهو ملك الجدعنه وصاحب الحقوق واداب عين شمس، الاستاذ احمد العوضي. بص كده بدايه عشان افهمك على حاجه على الاستاذ احمد العوضي برضه، عشان الناس برضه ايه عامله برضه حاجات على السوشيال ميديا وكلام فارغ، واصل هو هيجيب حق ابوه والمسلسل متكرر وهيتخانق ويعمل ويعرفش ياكل الكرشه كرشه هاكل الكرشه بخراها. الكلام فارغ، معلش يا جدعان، سيبك من الكلام ده كله. احنا اول حاجه ناخد ستايل الشخصيه. بص معايا، ستايل استاذ احمد العوضي: احنا هنخف الدقن، هنضرب شنب، هندرج الشعر، واحد اتنين تلاته، هنجيب ترنج من بتوع لعبه الحبار، ايوه كده بالظبط، وننزل نجيب الحقوق يا عم الحاج، ونشتغل في ابيض على ابيض واحلى على احلى، والدنيا هتبقى حلوه.
هيجي يقول لي طب ما انت قلت ده كله يا ابني، التيمه متكرره نفس الكلام يا عم، ما لا تتبعش الاحداث بقى. انا اديلك شويه اهو، ايه علاقه ده باللي عمله قبل كده؟ مفيش خالص اي علاقه. احنا هننتظر واخد بالك ونشوف، وهنلعب بالسكاكين ها زي بكر الاسكندراني، ولا حلو. نخش بقى على المسلسل رقم 4، وده على فكره متوقع له يعني بطريقته زي ما حصل السنه اللي فاتت انه هيجيب مشاهدات كتير قوي، وهو مسلسل ايش. لا هو اسمه كده مش ايش، لا اسمه ايش. وده اخراج المخرج محمد سامي، وبطوله المدام، بطوله الفنانه مي عمر. هي الفنانه مي عمر برضو واضح انها واخده اتجاه معين، ان هي زي ما عملت لق فعملت ايش شغاله بنظام الدبل ديجيت، واخد بالك اللي هو ايه، اتنين في واحد يعني. بحس ان هو واخد جزء من طبيعه محمد سامي اللي هو الابهار، وهيبقى فيه شغل ورقص وعوامل جذب للعين وللدماغ عندك، واخد بالك زي ما عمل مثلا زي ما قلت لك في جعفر العمده. وزي طبعا مش هيحصل في سيد الناس، احنا جبنا ابطال غلط زي ما انت عارف في المونتاج، سامحوني يا اولاد، واخد بالك. فهو بيحاول يقدم الحته دي ولكن بالطريقه النسائيه. واقول لك على حاجه، بتلاحظ دايما ان الدراما لازم يكون فيها في بعض من الاوقات نموذج للست القويه الجباره اللي تقدر تشيل، ودي كانت بتعملها غادة عبد الرازق حلو قوي. ولكن طبعا بعد الحاجات اللي حصلت وغادة عبد الرازق كيرفها نزل شويه، فالاستاذ محمد سامي ما تعرفش طبعا نيته فيها ايه، مصدر حته جزء بتاع الفنانه مي عمر في الحته دي، زي ما عمل السنه اللي فاتت نعمة السيد ابو علب، واخد بالك، فيلم اللي هو مسلسل نعمل افوكاتو. بيحاول يعمل الفكره دي في اطار الست، ولكن المره دي عاملها في مسلسل ايش لمي عمر، فهو بيحاول يبروزها في هذه المنطقه دي من وجهه نظري. بس هو في حاجه بس والله، من الصور البوسترات بتاعت المسلسل انا شفت الفنان ادوارد عامل كده، بعدين شفت صوره بعديها للشرنوبي نزل لي بيها كده، اه عامل كده. انا مش عارف بقى هما الاثنين بيحلقوا عند حلاق وحش ولا ايه، ده عنده تانية، انا مش عارف، هما الاثنين عاملين كده تمام. فمسلسل ايش هيبقى واخد من نظام جعفر وسيد الناس شويه، ولكن زي ما قلت لك هيحاول يوظف الاستاذ محمد سامي من وجهه نظري، بيوظف حته الست الجامده العافيه بعد ما سابتها غادة عبد الرازق شويه، بيرميها في حته مين، في حته مي عمر. وزي ما قلت لك زي ما عملنا لا هنعمل ايش، وطبعا هتلاقي كميه افيهات زي ما انت شفت طبعا في التريلر، وحبه كده وحبه كده ويا مره ويا بت وي والكلام ده كله حلو قوي. كده احنا خلصنا يعتبر المسلسلات اللي هي داخله في التوب وهتضرب في 30 حلقه وهتنافس بعضيها. ده الكلاس اللي هو ايه الاولاني. تعال بقى اما ناخد الكلاس الثاني، المسلسلات اللي هيتعمل لها جزء ثاني. يلا بينا. العتاوله، جودر، اشغال شقه جدا، حلو قوي. المسلسلات دي كان ليها جزء اول في رمضان اللي فات، وهتنزل بجزء تاني في رمضان ده. وهجيب لك حته العتاوله لان هو اكيد هينافس ويبقى منافس قوي جدا، لان هو برضه بيعتمد على الترند، الافيهات، هيعتمد على الجو الشعبي، وفي ناس تقيله جدا زي احمد السقا له شعبيه جامده جدا، باسم سمره يا جماعه، وفيفي عبده ترند من قبل اصلا المسلسل ما يبدا. طبعا اذا كنت على الافيهات يلا بينا الدنيا هتبقى حلوه وخمسه واو الدنيا جميله. فهو برضو هنا واخدين عوامل الابهار اللي هتحاول هتشدك وتجذبك بعد نجاح الجزء الاول، ومزودين فيها شويه في الجزء الثاني بوجود في عبده مكان استاذه فريده سيف النصر، وجايبين طبعا زي ما انتم عارفين نسرين امين مع كام وجه جديد معاهم في الجزء الثاني مع نفس كاست الجزء الاول. والتريلر والتسويق بتاعه واخد حقه جامد قوي. فالعتاوله من النوعيه دي واللي هتكمل واللي هتنافس مع المسلسلات الاولانيه، زي ما قلت لك هي فيها كل العوامل اللي هتاخدك وهتجذبك وهتخش غصب عنك في منافسه عند المشاهد زي الاجزاء الاولانيه. ده بالنسبه للعتاوله. اجزاء شغال شاقه جدا طبعا الجزء الثاني هيبقى ان شاء الله حاجه تقيله زي الجزء الاولاني باذن الله، انا متوقع يبقى مسلسل كوميدي جامد جدا باذن الله. وعندك جودر اتنين، ده بقى ملمح من الايه، من الحته القديمه، الف ليله وليله يا اولاد، فاكرين؟ ارجع بالزمن كده كان رمضان في حاجه اسمها الفوازير والف ليله وليله، او حياه امي ما بهزر. فجودر من الحاجات انا شايفها مميزه ولوحدها شويه، وانا اصلا يعني من المتابعين بتوعه، وهتفرج ان شاء الله على على الجزء الثاني منه. تمام. نيجي بقى ايه المداح. لا ثواني، لا المداح اتنين ايه عليا، المداح خمسه. المداح بقى وضعه مختلف شويه. المداح من المسلسلات اللي ليها جزء خامس، يعني شغال معانا بقاله 5 مواسم بدون فصل، وده دليل على نجاح المسلسل، وان حماده هلال والكاست اللي معاه مالكين الشخصيه كويس قوي. المداح دخل في حته جديده يا اولاد اللي هي حته الرعب، هي مش جديده ولكن الرعب البلدي. احنا مش بتوع مصاصين الدماء وشغل الفامباير وفان هيلسنج والكلام الهبل ده، لا احنا نحب النور يرعش. خدت بالك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الادان جدا، ايتين القران، الست تتهز، نطلع العفريت من دول، نسمع صوتين حلوين، وهم مزودين حته الجرافيك والدنيا حلوه، بعيد طبعا عن الراجل ده اللي هو اصلا ما اعرفش ده واخد امينو عفريت عامل كورس ولا ايه، سيبنا من الكلام ده كله. وجوري بكر اللي هي اصلا طالعه بتقول لهم سعادتي لا توصف ان انا استاذ صابر المداح، انا ما اعرفش ده ايه بالظبط، عفريت ايه دي يتحرق بالبانه، انا مش عارف الدنيا فيها ايه، ما علينا، ده يشغلوا على شريط 8 عاشور. المهم يا سيدي، فالمداح تركيبه مختلفه، وزي ما قلت لك وصل للجزء
الخامس. والحبكه معروفه ان يبقى فيها طبعا صراع ما بين الخير والشر، ما بين عالم وعالم تاني، فدي جذب حلو قوي قوي للمشاهد، بجانب ركز الرعب البلدي المصري اللي احنا بنحبه، سيبك بقى من الافكتات الاجنبي والكلام ده كله، هي الدنيا شغاله حلو. انا بس بطلب حاجه واحده من الجزء الجديد طبعا من الكاست، ان شاء الله في ناس مميزين جدا، خصوصا ان الجزء الجديد من العفاريت او الناس اللي جايبهم معاه زي استاذ خالد الصاوي وغادة عادل لازم يكملوا بقوه، لان في عبقريه عملها فاتح ابواب. الجزء اللي فات ده كان حاجه على جنب، وعبقريه عملتها سهر الصايغ، وكنت اتمنى طبعا انهم يكملوا، ولكن يعني ايه، طبعا ما حصلش نصيب. فاعتقد ان الجزء ده هيكمل نجاح، بالرغم برضو ايه، ما هو لازم مش هنسيبه من غير ما نقلش يعني. يعني عمك صابر المداح برضو له افيهاته، واخد بالك، مش هتقدروا عليا، اوعوا تفكروا انكم قتلتوا حد من اهلي، انا اؤمنكم كلهم، ورب الكعبه يحرقك، مدد يا رب، معانا يا رب. خد بالك برضو ايه بتاع صبر المداح برضو افاته، عشان برضو ايه مش عايزين نظلم حد يا رجاله. ده بالنسبه للمين، للمداح. نيجي بقى لكلاس تاني من كلاسات رمضان، ودي بقول عليها مسلسلات العائدون. دول نجوم بقالهم فتره ما قدموش اعمال رمضانيه، غايبين بقالهم فتره وعايزين يرجعوا تاني بقوه. عندك مين؟ عندك محمد هنيدي في شهاده معامله اطفال، وانا اتفائلت لما لقيته اخيرا صبغ ابيض، يعني كبر في السن سيكا شويه، فمنتظر عوده من هنيدي. ولكن العوده دي يا هترجعه وتحطه في حتته، يا اما هتقضي عليه في نظام الدراما خالص، لانك في رمضان وراجع في رمضان، ركز يا هنيدي بالله عليك. فانا بالنسبه لي لما لقيته داخل ان هو خد في غيبوبه 20 سنه، فطبعا سنه كبر، ما هو مش معقول، انت عارفين هنيدي ما شاء الله بيصغر، يعني هو بيدخل الغيبوبه 40 هيقعد 20 سنه، مش هيخرج 60، لا هيرجع 20 تمام. احمد مكي داخل بالغاوي بعد خلاص فصل الكبير، دنيا سمير غانم داخله بعايشه الدور، عوده ايمي وحسن الرداد. اعتقد مش هنروح بعيد عن عزمي واشجان، ان هم بيحبوا يعملوا الكوميديا الصارخه، هم بيجوا مع بعض يحصل موقف يرزعوا الافيهين فانت تضحك. فانا يعني ده بالنسبه لي العمل بين البينين شويه، بس انا حاططه في حته ايه، العائدون، عشان تبقى برضو نفس الكلاس بتاعنا. فانا اعتقد ان يعني نديهم فرصه. يعني في ناس بتهاجم المسلسلات دي يا اولاد، ما اعرفش ليه، مع ان المفروض يحصل العكس. يعني مثلا انت لو خدتها ان في ممثلين بقى لهم فتره بيعملوا اعمال بطوليه وانت مش بالعها، الناس دي كانت عامله اعمال مكسره الدنيا، فانت المفروض تنتظر منهم احسن، ما انت مستحمل ناس هنجيلهم دلوقتي، واخد بالك. فحته العائدون دي اعتقد ان هم لازم ياخدوا فرصه، واعتقد الناس دي مش هترجع باعمال يعني اي كلام، هترجع باعمال منافسه، لان هو كان نجم كبير وكان مكسر الدنيا في رمضان. دي بالنسبه لايه، لحته العائدون. ساعات كده رمضان ما بيخلوش من مسلسل كان فيلم، واخد بالك، بعدين جبناه اقتبسناه وعملناه مسلسل فيلم واتقلب مسلسل. طبعا حصل في العار وكسر الدنيا، واتعمل في جري الوحوش وجرينا منه وانتهينا منه، واتعمل في الكيف وكان يعني بين البنين. فشباب امرأة للفنانة غادة عبد الرازق. وطبعا غادة عبد الرازق كانت نجمة صف اول زي ما قلت لكم، وكانت هي تقريبا هي المرأة الجامدة، ست الناشفة القادرة اللي موجودة في الموسم الرمضاني، اللي بتقدر تعمل مسلسلات تنافس وبتقدر تعيش مع الناس وتاخد بطولة على ناس وهي مرتاحة عادي. ودي زي ما قلت لك اللي محمد سامي، الاستاذ محمد سامي هيصدرها لنا بمين، بمي عمر في كش فعملنا مسلسل شباب امرأة، وربنا يستر على الواد اللي معاه يوسف عمر، يعني ايه يطلع سليم ان شاء الله، وهنبقى نحكي في المسلسل ده المبدا ايه يتعرض. تعالى بقى الركن تاني في رمضان، وده انا بسميه ركن المسلسلات المستخبيه. بص يا سيدي، انت بتروح جاي كده قاري اسماء المسلسلات، هتلاقي مسلسل مخرج بيعجبك، كاتب انت بتحبه، والله مجموعه ابطال شباب عاملين قصه حلوه، البطل ده كان مثلا دور تاني او حاجه بس عامل مسلسل شكله حلو. المسلسل ده حاجه من اتنين، بص يا سيدي، يا اما بتنشن عليه ويطلع من احسن مسلسلات رمضان، واخد بالك، وزمايلك يحسدوك ان هم ما تابعوش وانت تابعت، يا اما تلبس فيه وتكمله. عندك بس ايه، بص يا سيدي، عندك منتهى الصلاحيه، محمد فراج، عندك امينه خليل لام شمسيه، عندك قهوه المحطه، عندك نص الشعب اسمه محمد واعتقد ده ان شاء الله هينجح، عندك ولاد الشمس، طه دسوقي، و كان مين يا اولاد، طه دسوقي ومين، يا سبحان الله انا تقريبا انا سقطت، المونتاج وقع مني تقريبا، واحمد مالك، ايوه الحمد لله، وعندك ظلم المصطبه زي ما قلت لك، وعندك قهوه المحطه. فالمسلسلات دي، وعندك النص طبعا لاحمد امين وانا عن نفسي هتابعه. فالمسلسلات دي مستخبيه، مصيرها مجهول، ممكن فعلا تبقى من احسن مسلسلات رمضان وحصلت قبل كده، زي مثلا عندك جزيره غمام كسر الواقع، وممكن زي ما قلت لك تلبس فيه وتكمله. تعالى بقى الركن تاني، وده ركن اسمه المجهول. ايه بقى يا باشا المجهول ده؟ المجهول ده يا سيدي ده عباره عن مسلسلات انت مش مديلهم ريق حلو من قبل رمضان، من الاخر كده. يا اما الناس اللي فيهم داخلين بطولات بقالهم كذا سنه والدنيا واقعه، يا اما الناس دي فجاه لقيتها عملت بطولات، يا اما انت حاسس انت ليه داخل السباق الرمضاني يا حبيبي. اقول لك على حاجه، عندك مثلا امثله زي ايه، عندك مثلا يا سيدي مي كساب نازله ببطوله مسلسل نون النسوة، بالنسبه لك اكيد حاجه غريبه، ممكن تبقى ملحه او لا،
طب تمام، ادي لون النسوه. عندك ظل حيطه، الاستاذ ياسمين صبري، ربنا يستر، بجد والله. اركن. روجينا حسبة عمري، والله يا فنان يا عمري كنت مكسره الدنيا مع في الاسطوره، اقسم بالله، والبرنس مكسره الدنيا. معرفش ايه اللي حصل من ساعه، ست شهر زيرو في ستهم وعملت جدهم، انا مش عارف داخله برضو ايه طول مسلسل، انا مش فاهم. واخر مسلسل هو للنجمه المتالقه المتلألئه رام حجاج. رام حجاج سابت مصر كلها والحضاره الفرعونيه ودخلت الحضاره الاغريقيه. عامله مسلسل اسمه اسينا، اي والله، عاملاه في جبل اولمبياكوس. واحنا بصراحه قاسينا قوي، فما اعرفش قاسينا ده ايه ظروفه يا رجاله بصراحه. فدي من المسلسلات اللي زي ما قلت لك في حته المجهول. انت كده كده مسلسل هينزل ما تعرفش بقى هيعلى في المشاهده ولا لا، هينزل ولا لا، لان انت زي ما قلت لك اول ما بتشوفه ما بتحاولش اصلا انك تتابع ولا بتديله ريح حلو. انا كده يا اولاد تقريبا خلصت اغلب المسلسلات اللي كانت موجوده في رمضان، ولو في مسلسل سقط مني ولا حاجه حاول انت تكتبه في كومنت. وكده كده في رمضان احنا طبعا هنقلش ونهبل عليهم، بس يبقى فين؟ هيبقى على فيسبوك وانستجرام ان شاء الله باذن الله. الحاجه بقى اللي انا بحثت عنها وحاولت ان انا اجيب لك عنها مصادر وحاولت ان انا اكلمك عنها وافصصها لك كالعاده، بس للاسف ما لقيتهاش، هي المسلسلات التاريخيه والدينيه. انتهى هذا الجيل، انتهى هذا العهد. كنا دايما واحنا صغيرين بنستنى المسلسل اللي فيه ضرب سيوف وفيه ركوب خيول وفيه معارك. ما دي المعارك اللي كانت بتشدنا، مش خناقات القهاوي والقعدات العرفيه اللي بتحصل واللي هتحصل في رمضان. ده في معجنه هتحصل، ده في قعدات حق بموت في رمضان، اصبر بس. فاحنا كصغيرين كنا عامل الابهار عندنا ان احنا بنشوف حاجه مش في زماننا وبعيده عن كل اللي بنشوف، فبنستنى المسلسل التاريخي او حتى الديني. فانا حاولت للاسف يا اولاد وبحثت، ولكني ما لقيتش اي حاجه خالص. مفيش قاعده ممثلين تقدر تعمله، وللاسف مفيش انتاج بيغامر ويعمله. مع انك لو لحقت شويه ناس من القديم على شويه ناس حتى لو من بره، مع جيل ممثلين عندهم بعض من اللغه وتقدر تدربه، هتطلع بعمل فني ديني او تاريخي زي ما كنا بنعمل عن اي شخصيه عادي جدا. حتى لو جيت غامرت وعملته باللغه العربيه اللي هي العاميه، زي مثلا لو عملته في العصر المملوكي او خلافه زي ما عملنا علي الزيبق او ملاعب شيحه، المسلسل ده يقدر ينزل ويكسر وينجح. ولكن للاسف انا حاولت ادور على دي في مصادر ولكني ما لقيتش. وعايز اقول لك على حاجه، في الاول وفي الاخر السباق الرمضاني والماراثون الرمضاني في المسلسلات والكلام ده كله، اتمنى ان انت تبقى في سباق تاني في رمضان اللي هو عشان خاطر رمضان، ان انت تلتزم في رمضان، تفتكر ربنا كويس في رمضان، وتعمل اي حاجه حلوه كنت ناسيها قبل رمضان تعملها في رمضان، واي حاجه وحشه كنت بتعملها يا ريت ان انت تنساها في رمضان. وزي ما انت هتتفرج وهتشوف احلى على احلى، ابيض على الابيض ورز على بسله والافيهات والسجع، خلي رمضان ده رمضان، وغير رمضان غير رمضان. انا كده خلصت. اتمنى كل حلقه النهارده عجبتكم وكانت خفيفه. لو عجبتك ادي لايك شير، ما عجبتكش ادي لايك وشير. تطلع كده الحلقه بقى فرجعت كده مش لاقي حاجه. دي اخر حلقه. كان معاكم دكتور فويس محمد عادل وحلقه مسلسلات رمضان 2025. سلام عليكم.